نحن الآن على جبهات ريف حماة الشمالي مع الأبطال المجاهدين أسود السنة. أخي حدثنا عن المعارك التي تجري بينكم وبين العصابات النصيرية في ريف حماة الشمالي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، المعارك التي تجري بيننا وبين العصابات المجوسية الرافضية النصيرية الصليبية التي تتحدى إخواننا السنة أهل السنة في أرض الشام، يعني الحمد لله رب العالمين. الآن نحن نقوم بدك أوكارهم في جميع مناطق الريف الشمالي بإذن الله رب العالمين، وسنقوم بإذن الله. بشراكم يا أخواننا ويا أهلنا في حماة ويا أهلنا في حمص، بشراكم أن جنود الله رجال الله جنود أهل السنة قادمون بإذن الله رب العالمين إليكم لتحريركم من رجس النصيريين ومن رجس الشيعة المجوس بإذن الله رب العالمين. وهم المجاهدون أقسم بالله العظيم أنهم يعني تصير فينا بينهم أنه مين اللي بده يطلع على الجبهة عشان يطلع على الغزوة. كثرة مجاهدين كثير ولله الحمد، ومقاتلين كثير، والمقاتلين بفضل الله والحمد لله يا رب العالمين كلهم متشوقين لقصف رؤوس الرافضة والنصيريين بإذن الله رب العالمين. ونبشركم يا أهلنا في أرض الشام أن جنودكم في الجيش الحر وأخواننا في الهيئة أننا لن ننساكم، وبإذن الله رب العالمين إننا قادمون إلى أوكار المجوس والنصيريين بإذن الله رب العالمين. لن نبقي فيهم أحد في أرض الشام المباركة بإذن الله رب العالمين. المعركة مستمرة إلى داخل مدينة حماة بإذن الله رب العالمين. المعركة مستمرة إلى داخل حماة وبعد حماة بإذن الله رب العالمين حمص. بشراكم يا أهلنا المهجرين من حمص، بشراكم بإذن الله رب العالمين. سنصل إلى حماة بإذن الله وبقوة الله وبعزم أخواننا المتلاحمين. كلنا أخوة بإذن الله على الجبهات، ولا فرق بيننا لا بين هيئة ولا بين شيء، كلنا أخوة بإذن الله. وما جئنا لهذا المكان إلا لأننا كلنا أخوة وكلنا متحدين لإعلاء كلمة لا إله إلا الله ولتنظيف الرجس النصيري والشيعي من منطقة حماة ومنطقة حمص. وكل الجبهات ستشتعل إن شاء الله رب العالمين، وبإذن الله لن نقف لا في حماة ولا في حمص، بل سنكمل لتطهير هذه الأرض المباركة من الرجس الشيعي والرجس النصيري بإذن الله رب العالمين. لبيك يا الله، لبيك 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 يا الله. طبعا معنا الأخ أبو العباس من جبهات ريف حماة الشمالي. احكي لي عن روح الأخوة ما بين الفصائل، فيلق الأخوة في فيلق، الأخوة في حركة الأحرار، الأخوة في الهيئة، الأخوة في جيش العزة، الأخوة في جيش النصر. احكي لي عن روح الأخوة ما بين الفصائل في الخنادق. حياك الله أخوي أبو طالب. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الهمة عالية بالنسبة لجميع المجاهدين، الأخوة الهيئة، أنصار جيش النصر، جيش العزة بارك الله فيه، فيلق الشام، أجناد الشام، جيش السنة. نطلب من الله عز وجل ومن أهلنا النازحين والمهجرين الدعاء للمجاهدين على الجبهات بإذن الله. بإذن الله العمل قائم للأبد. سيدنا محمد قائدنا للأبد. طبعا نحن الآن على جبهات ريف حماة الشمالي مع الأخوة المجاهدين أسود السنة. حياكم الله جميعا يا أخوي. حياك الله. حدثني عن الوضع الحالي في جبهة حماة الشمالي. الوضع في ريف حماة الشمالي الحمد لله معنوية قوية، الوضع تمام تحت سيطرة ايد المجاهدين الحمد لله رب العالمين، والمعنوية كثير عالية الحمد لله. الآن هناك معارك تجري بينكم وبين النصيريين. نعم. حدثني عن هذه المعارك. والله معارك الحمد لله تمام الحمد لله. النصر قادم إن شاء الله، فتوحات كبيرة لا شؤون شيخي، وإن شاء الله الشغل بده يصير بإذن الله فتح كبير على حماة. الله نحن كلاتنا أخوة، وإن شاء الله علادية إن شاء الله بإذن الله كلاتنا علادية وبخندق واحد، وما في اسمه جيش العزة وما في شيء اسمه، كلاتنا جيش واحد بإذن الله. بإذن الله. بإذن الله. كيف وجدت معنويات المجاهدين على الجبهة؟ المعنويات كثير قوية، يعني الحمد لله لا بالعداد الثقيل ولا شو اسمه
والخفيف ان شاء الله بننطق عليهم. يعني نرى الطيران الروسي الكافر المجرم وهو يؤازر العصابات النصيرية، كيف تأثيره على الأرض وعلى المجاهدين؟ اخي التأثير ان شاء الله لا بيأثر علينا، بدلنا ما نحن رب العالمين معنا، والفتوحات قادمة إن شاء الله نحن ما بيأثر علينا. من جبهات العز والشرف والكرامة من ريف حماة الشمالي، كان معكم لقناة السوري الحر مصطفى طالب. تكبير! الله أكبر! تكبير!